صباح الخير. مبروك ومبروك للمنتخب الوطني المغربي للسيدات. صراحه دار واحد الماتش اللي والو، تقاتلوا ديال بصح في الماتش ديال كولومبيا، وان شاء الله راه كيتسنانا واحد الماتش اللي مهم ضد فرنسا اللي خاصنا نربحو، غادي نردو الطائر باذن الله. يعني راه فرنسا راه كانت قصاتنا في الدومي فينال ديال قطر وخاصنا نردو الطائر، وكنقول لكم باذن الله حنا اللي غادي نربحو باذن الله. ديروا النيه كما خلاها وليد الركراكي، راه حنا عندنا واحد الفرق كبير ما بين بيدروس وهيرفي رونال. هيرفي رونال اول مره يدرب شي فريق نيتوي ولا منتخب للسيدات، على عكس بيدروس اللي جا درب فرق سيدات منهم فريق ليون اللي بعض اللاعبات منهم هو اللي طلعهم بيدي كيلعبوا حاليا مع المنتخب الفرنسي. وباذن الله راه كنقول لكم راه كاين احتماليه حنا اللي نفوزوا على المنتخب الفرنسي، علاش لا، وردوا الثأر ديالنا. ديروا النيه كما خلاها وليد الركراكي، تفاءلوا خيرا تجدوا. انا فرحانين بزاف، فرحانه بالمستوى اللي قدمنا، فرحانه بالرغبه ديالنا اللي كانت من الاول باش اننا نفوزوا، باش اننا نشرفوا بلادنا. فالحمد لله تمكنا من تحقيق الفوز اللي اهلنا للدور الثاني، فاحنا فرحانين. شكرا بزاف للجمهور المغربي اللي شجعنا، شكرا للناس اللي صيفطوا لنا ميساجات كيدعيو معنا، دعواتكم وصلاتنا، حنا كنشكركم بزاف. وبنات المغرب قادرات ينجحوا في اي مجال، فالمراه المغربيه تبارك الله عليها فين ما حطيتيها كتقضي الغرض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذا الفوز هذا اكيد كنهديوه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله ينصرو ويحفظوا لينا يا ربي ويخليه تاج فوق راسنا والاسره العلويه. وكنشكروا الجمهور المغربي على المسانده ديالو، على الدعوات. شكرا لكم بزاف، كنبغيوكم، وموعدنا ان شاء الله في الماتش الجاي.